انت بتعمل ايه؟ بفكر اخلص في الشاشه دي، زهقت من الفرجه من المسلسلات على الموبايل، عايز شاشه كبيره. سلسلة ايه دي؟ شاشة عربية؟ يا عم عربيه ايه ده؟ اسرع من الموبايل. يا ابني والله عربية. ما تهزرش بقى، زي ما انتوا عارفين اسعار العربيات غليت قوي غليت قوي كمان. انت اللي ممكن تعمله دلوقتي انك بقى تطور من عربيتك، تركب لها شاشه، عداد ديجيتال، كاميرات والحاجات دي، وكل ده موجود في المكان ده. اكتر حاجه المكان ده متميز فيها هي الشاشات، وده لانه عنده جميع انواع الشاشات، شاشات بقى بالعرض، شاشات بالطول زي بتاعه تسلا، كله موجود. كل شاشه بقى فيها رامات مختلفه وبروسيسور مختلفه وريسبونس مختلفه، اكنك بتشتري موبايل. والمكان ده وكيل معتمد، لو انت متابع الشاشات هتعرف ان دي طبعا واحده من اكبر الاماكن اللي بتعمل شاشات. ده غير انهم برضه وكيل معتمد لاس كي فيجن واماكن تانية كتير. الحاجات اللي بتميز المكان ده برضو عن الاماكن التانية هو الضمان، في ضمان على الهاردوير والسوفت وير من سنه لثلاث سنين وحاجات مدى الحياه، وفي مركز صيانه مخصوص للشاشات بعيدا بقى عن المحل خالص. اي مشكله بتحصل بتروح مركز الصيانه ده، فهتجيب الشاشه وتطمن، مش الوقت ترمي كده وخلاص. غير انك ممكن تغير الطاره سواء مرسيدس الاي ام جي او بي ام دبليو الام، وباسعار مش هتشوفها غير هنا. وحاجات على المشي كده زي الانوار الليد، الامبيانت لايتس، تاير بريشر مونيتور، باركنج سنسور، وكاميرات خلفيه، واكسسوارات بقى العربيات البديهيه اللي كلكم عارفينها. وانا مثلا واحد اكتر حاجه بتخنقني هي الوصله دي، كل ما اشغل كار بلاي تقعد تتفك ومش عارف ايه. فهم عندهم جهاز بيخلي اي عربيه فيها كار بلاي وايرلس، والجهاز ده والشنطه دي بجد اختراع. هو بيسيميوليت اكنك في العربيه عشان تجرب الشاشه قبل ما تحطها في العربيه. ودي مثلا الكاميرا. والشاشة دي بالتحديد مش موجودة غير عندهم، بجد يا جدعان شاشة عالمية، ما شفتش كده قبل كده العربية بصراحة، شاشة أكنها حرفيا تابلت. وأنا ماشي لقيت أوبل أسترا كده مركبة شاشة، فقلت أوريها لكم لايف برضه. وكل الحاجات دي موجوده في المكان ده. اسكي فيجن موجود على الطريق الدائري 3 دقايق من نزهه. و10 دقايق من التجمع.